حتى يكتمل المعنى. إذن يكون الاستفهام تصوري إذا إجت بالجملة إحدى أسماء الاستفهام: من، ما، متى، أيان، أين، أن، كيف، كم، وأي. إذا كانت موجودة هذه الأسماء بالجملة إذن الاستفهام نوعا تصور. نأخذ أمثلة أخرى على الاستفهام التصوري. قال تعالى: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. فإذا عندي هنا اسم الاستفهام أي موجود بالجملة، فمعناه الاستفهام تصوري. نلاحظ بأن هنا اسم الاستفهام ما إجاني بالبداية وإنما في وسط الكلام، فهذا مو شرط أن يجي